السلام عليكم ومرحبا بكم، كي راكم خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راني توحشتكم، راني غيبت عليكم. المهم راني اليوم جيت فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. جيتكم بهاد الازهار ان شاء الله ربي يجعل ياماتكم ورود ان شاء الله باذن الله. الفيديو تاع اليوم يعني فيه واحد الروتين خفيف، يعني في هذا الصيف، في هذا الفصل تاع الفصل الرابع، يعني نبغوا هكا نغرسوا أزهار، نبغوا نخرجوا للطبيعة، نبغي لي بلانت. كانت عندي هاد لاجيطان، أيا قلت نغرسها نشاركها معاكم. كان عندي هاد البو وقلت بعدا ندير فيه هاد لاجيطان، ودي فوا يعني لاجيطان تخسر كي ما نتهلاوش فيها، هي ما تبغيش الماء بزاف وما تبغيش تاني تقابل الشمس بزاف، هذه هي تبغي الإضاءة وتبغي الماء يعني كيما نقولوا بدرجة معتدلة. هي النباتات في الصيف كيما نقولوا بصفة عامة تحتاج الماء، ماشي كيما في فصل الشتاء ولا فصل الخريف ولا زعما تكون الرطوبة وما تحتاجش الماء، بالعكس في الصيف تحتاج الماء. بصح كاين واحد النباتات اللي ما يبغوش الماء، يعني هما برواحهم كيما نقولوا كنت تسقيهم بزاف يموتوا ولا يخسروا لكم. هذه هي انا راني درتها دوك، ان شاء الله نعتني بها ونوريها لكم يعني كيفاش ولات لي. وفي الأيام المقبلة إن شاء الله بإذن الله تكون عندي هاكا حاجة ولا نشاركها معاكم. جبت لكم يعني اليوم تاني وصفة، إن شاء الله تعجبكم، يعني باينة بلي غادي تعجبكم. كيك يومي إسفنجي، آآ ديروه لوليداتكم يعني في هاد قهوة العصر. ناجحة الوصفة ناجحة، واللي يبغوا يعني الكاكاو ويبغوا الشوكولا، يعني هاد الكيكة غادي تعجبهم. ولا هاد الموسكوتشو ولا كيما تبغوا سموه. المهم الوصفة يعني ناجحة ما فيهاش بزاف، فقط بعض المكونات اللي قلنا نديروهم في هاد الوصفة وما نستغنوش عليهم. الكيك هذا ولا الموسكوتشو يجي ما شاء الله، يجي خفيف، يجي تحسوه بلي مشرب ماشي ناشف، وأكدوا لي على ما يجيش معجن. كاين اللي يديروا الموسكوتشو ولا يديروا الكيك بصح يجيهم معجن. دوك نشارك معاكم قاع التفاصيل ونقول لكم المقادير، وما تنسونيش كيما نبدا نقول لكم بالدعم تاعكم والتشجيعات تاعكم. راني قسمته لكم هنايا باش تشوفوه. مرات نبغوا نديرو كيك هكا فاني ومرات نديرو شوكولا، هذه هي. إن شاء الله يعجبكم. شوفوا كي جا يعني منا راكم تشوفوا يعني الصورة راها تعبر، يجيكم ناشف، يعني يجيكم مثقب، يجيكم إسفنجي، يجيكم خفيف. نروحو نشوفوا الوصفة. هنا عندي 4 حبات بيض متوسطين، عندي كاس إلا ربع زيت، كاس إلا ربع سكر. كيما قلت لكم هنايا عندي 2 ملعقة تاع مايزينا و3 مغارف تاع كاكاو، يعني كاكاو أنا استعملت الفونسي هذاك، وكاس ونص تاع فرينة، ملعقة تاني تاع خل. هنايا رشة الملح ما ننسوهاش نبدو بها، هي الأولى دايما في يعني قاع الأنواع تاع الحلويات تستعملوا رشة تاع الملح. هنايا كاس إلا ربع سكر. هنا في هاد الوصفة تستعملوا الباتور، واللي ما عندهاش معليش تبقى تضرب هكا بالفوي بصح تضرب مليح. هنايا نطلعوا هادوك الربع حبات بيض مع الكاس إلا ربع، يعني هذاك الكاس تاع أم وليد. نطلعوا هذاك البيض تاعنا، والبيض باينة تكونوا خرجتوه وخليتوه في المطبخ تاعكم قبل ما تستعملوا هاد الوصفة. الكيك هذا زعما خفيف، ماشي ما فيش مكونات بزاف، بصح كيما قلت لكم الطريقة يعني تبعوها باش يخرج لكم كيما تاعي ولا أحسن. الزيت هنا تاني كاس إلا ربع، يعني عند هذاك الخط تحبسوه، تضيفوه هكا على 3 دفعات وراكم تخلطوا يعني في هذاك البيض مع السكر مع درك زدنا الزيت. وكيما قلت لكم رشة الملح ما تنسوهاش. المقادير يعني بسيطة، ديري كيك لوليداتك يعني قهوة العصر هكا، تتقهوي به خير ما تروحي تشري حاجة من برا، وراكي عارفة كيما نقولوا باش خدمتيه. الحليب تاني هنايا ماذا بيكم تخرجوه تاني قبل، شوفوا عندكم الحليب وعندكم البيض خرجوهم قبل. هذه هي. هنايا الفرينة كنت ديجا مغربلتها، وهذه المرة الثانية راني غربل فيها. هذا هو السر، هذا هو السر باش يجيكم كيما كنتو تشوفوا مثقب ويجيكم اسفنجي. الفرينة تاني تحطوها على دفعات. انا استعملت هنايا فرينة ماما
الخميرة الكيميائية ديروا 2 أكياس تاع خميرة كيميائية، وما غاديش تبان لكم، يعني تقولوا بالك تجينا فيها ريحة ولا تجينا فيها بنة ولا ما غاديش تبان، يعني هاذيك الخميرة الكيميائية والله ما غادي تبان لكم في هداك الكيك مالغري استعملنا 2 بصح ما غاديش تجي هاكا فيها بنة ولا. كيما كنتو تشوفوني أنا كنت ندير الفرينة ونعاود نخلط معاها هداك الخميرة الكيميائية، وتخلطو هاكا بالفوي. أنا كنت طلعته مليح مليح باش تعرفوا، يعني هداك البيض تخدموه مليح مليح. الفرينة هنايا هذا الكاس الأول راني كملته، كل ما ندير شوية فرينة نعاود نحط معاها الخميرة الكيميائية. نروحو للكيس الثاني، تاني هاكاك تحطو شوية وتزيدو فوقه الفرينة وراكم تصفوها. يعني أنا هنايا استعملت الفرينة تاع ماما وراني صفيتها كيما نقولو هذه المرة الثانية، يعني غربلتها في الأولى وهاد المرة الثانية تاني نعاود نغربلها وراني نحط فيها هنايا. نضيفوها بدفوعات كيما قلت لكم، وتحاولوا تدخلوها مليح مليح، يعني ما تخلوش هكا الفرينة متكتلة ولا، غير بشويه هكا وتدخلوا كيما راكم تشوفوا فيا. الكيك هذا يعني رائع ما شاء الله، جاني شباب، جاني خفيف. اللي وصلت حتى لهنا ما تنساش الاشتراك، اللي ما داير اشتراك تروحي دير اشتراك ودير جيم كيما مداري نقول لكم، وتبارطاجوا الوصفه يعني مع الاهل والاحباب. هذه هي، راني ضفت هنايا الكيس الثاني، ضيف لكم الكيس الثاني وقدامكم راكم تشوفوا كاع المقادير. كيما هكا تغربلوا، يعني علاش نستعملوا هذه الطريقه، يعني تصفوها ولا تغربلوها. الكيك هذاك تاعكم يجي مهوي، لا بغا في تاع كيما نقولوا هذا بالكاكاو ولا الكيك اللي دارين نستعملو حنايا بالفاني، يعني أي كيك تستعملو فيه الفرينة تكونوا مغربلينها، ما غاديش يعطيكم النتيجة كيما تستعملوها مباشرة، ما تجيكم كيما نقولوا مدكسة، تجيكم معجنة تجيكم. بصح لو كان تغربلوا الفرينة نتوما رواحكم غادي تشوفوا الفرق كيما نقولوا بين اللي تغربلوها وبين اللي ما تغربلوهاش. يعني هذه جربوها وردوا لي خبر. الكاكاو أنا هنايا شريت هذاك الكاكاو يعني الفونسي، ما شريتش هذاك الكلير. أنا كنت باغية الكيك تاعي يجيني بهذاك اللون. استعملت هنايا 3 مغارف، يعني 3 مغارف بصح يكون نوعية يعني جيدة، زعما كي تروحو تشرو الكاكاو يعني ما فيها والو، تقول أعطيني نشم الريحة تاعه وتشوفي. أنا هنا عجبني هاد الكاكاو خاطرش كاين واحد الأنواع تاع الكاكاو ما فيهمش قاع الريحة، ما فيهمش قاع ريحة الكاكاو، يعني تقولي ما كانش بنته. هذه هي فقط اللون. أنا عجبني هنايا هاد الكاكاو كيما قلت لكم نوعية جيدة، راني استعملت 3 مغارف. هنايا تاني راني بريسك غادي نكمل، ندخل هذاك الكاكاو مليح مليح، ندخله في الكيك تاعي. تاني هو نحاول نخلط مليح مليح، ما نخليش هكا حبيبات ولا نخلي هادوك التكتلات ولا. وفي الاخر كاع شنديرو كيما مداري نقول لكم مداري تعرفوا، يعني هاد الملعقه تاع المايزينا ما نستغناش عليها باش تعطيني هذيك الخفه في هذا الكيك تاعي، يجيني خفيف ما شاء الله. جربوها وعطوني رايكم. هذه هي، انا تعرفوني بلي نعطيكم وصفات ناجحه. اللي ما راهاش دارية تجرب الوصفات تاعي نقولها دخلي للقناة تلقي عدة وصفات هكا يومية، وصفات واحد اخرين ان شاء الله يعجبوكم. يعني زوروا القناة تاعي ان شاء الله تلقوا فيها كاع اللي راكم باغيينه. هنايا كلمسة أخيرة وفي الأخير دائما نديرو هذيك الملعقة تاع الخل تاني، هادو 2 مكونات غادي يعطوكم يعني فرق كيما نقولو شاسع. هادو هما اللي ما نستغنوش عليهم، الخل والملعقة تاع المايزينا. وفي الأخير هنايا جبت المول تاعي، أي مول يكون عندكم. أنا هاد الحجم تاع الموسكوتشو يعني هاد المول يعني متوسط ماشي صغير ماشي كبير، يرفد لي هكا 4 حبات بيض، وكاين واحد ليمون اللي كيما نقولوا يرفد أكثر. هذه هي كنت دهناته بالزبدة، ديروهم الأحسن بالزبدة، رشوا من بعد بالفرينة، وهذاك الزايد يعني هذاك الزايد توخروه. هذه هي هذيك الزيادة تاع الفرينة يعني تعاودوا تحطوها هكا في طبسيل ولا تعاودوا تريكيبيروها ونحطوا الخليط تاعنا هنايا. هذه هي الوصفة راهي امامكم، يعني 4 حبات بيض دير لك كيكه يعني كبيره كيما نقولوا لوليداتك.
والنتيجة يعني ما شاء الله، ما يجيكش معجن، يجيك خفيف، يجيك اسفنجي، الله يبارك. جربيها وردي لي رايك. هنايا نحطو هذيك الخليطة تاعنا هنايا. راه تأكدنا بلي رانا خلطنا قاع المكونات مليح مليح. نحطو هنايا هذاك الكيك. وتاني يعني في الطياب تاعه دوك نفهمكم كيفاش طيبوه. هنايا انا قبل ما نبدا الوصفه يعني راني شعلت الفور تاعي. تشعلوا الفور اول حاجه، تشعلوا الفور تاعكم، توجدوا المكونات تاعكم وتبدو تخدموا في هذيك الوصفه. هذه يعني تعتمدوها كقاعده. تنظموا رواحكم، خاطرش الكيك لو كان ديريه هكا في الفور يكون يعني ماشي مشعول مسبقا، يعطي يعني ما غاديش يعطيك نتيجه مليحه. هذا ما غادي نقولكم، وهذه تعرفوها كاع. هنايا تضربوه واحد زوج ضربات هكا، تخرجوا له هذاك الهواء دوك الفقاعات. ومن بعد كيما قلت لكم ديروه تشعلوا عليه من الاسفل يطيب شويه كيما نقولوا، على حساب ما تشوفوا كيما نقولوا هذوك الحواف يعني بداو يطيروا من هذاك المول. وتشموا تاني الريحه تاعه كيما داري نقولكم، وتسيو تدوها. تدي العود تاع الشواء تاعك وتدخليه لداخل. اذا خرج لك مشمخ يعني راه عاده ما طابتش، اذا خرج لك ناشف يعني راه الكيكه تاعك راها طايبه. وتسييها من عده كيما نقولوا جوانب. ديريها خاصه ديريها في الوسط، يعني تسبيكي كيما نقولوا هذاك العود تاع الشواء تبيكيه في الوسط وتشوفي. هذه هي. تشعلي له من الفوق كيما قلت لك تاني، تخليه شويه يطيب. يعني الكيكه تاع الكاكاو ماشي كيما الاخرى، يعني كيما نقولوا كلمه ما تبانلهش، كلمه ما يعرفش كيفاش طيب. راني فهمتكم. الجهه الفوقانيه تاني طيب عادي، يعني ما غاديش تزيدي الفور تاعك، تخليه شويه هكا كيما نقولوا متوسط وراكي تعسي فيها. تاني تبان لك كيما نقولوا هذيك الطبقه صاي نشفت، تما تقلعي الكيكه تاعك وتخليها تبرد تماما. يعني ما تقلقيش عليها وتقلبيها. هذه هي اللي غادي نقولها لكم. كاين اللي تقلق وتقلبها وهي كيما نقولوا عاده حاميه، لا خليها كيما نقولوا تبرد. من بعد جيبي هكا طبسي وقلبيها. هذا هو تعطيك كيما نقولوا النتيجه. هذه هي. دي فوا نتقلقوا ونقلبوها قبل الوقت يعني تلصق لك. باش ما تلصقلكش ديري هذه الطريقه وزينيها كيما تبغي. يعني حاجه اي حاجه تكون عندك في الدار، شوكولا ولا كيما انا هنايا درت كانت عندي هذيك الكراميل تاع توبي ولا اي نوعيه، ولا تخدميها في الدار ولا يعني زينيها. واستعملت انا هاد الورود كتزيين بسيط. المهم يعني ديريها لوليداتك وتفرحيهم بها وتفرحي انتي تاني بها. تستعمليها كمشروع تاني. حاجه كيما نقولوا نقيه وحاجه في الدار. يعني كان عده حلوجيات راهم يديروها ومازال راهم يديروها. يعني هذا الكيك تاع الاعراس ولا مازالوا راهم يديروه وراه يتمشى لهم. والتزيين يعني حتى يدوهم ليصال عاد يزينوهم يديروا لهم التزيين. هذه هي. الكيكه هذه ان شاء الله تعجبكم كيما داري نقول لكم. وما تنسونيش بالدعم والبارطاج البنات. وطلعوا لي تالي القناه تاعي الله يحفظكم. مشتركاتي الغاليات نتمنى ان شاء الله تجربوا لي هذه الوصفه وتعطوني رايكم. شوفوا كيفاه جا. انا التزيين زينته بهذيك الشوكولا. كانت عندي يعني شوكولا تاع الكلاصاج عادي. ودرت هنايا تاني كانت باقيت لي هذيك الكراميل توبي. درت تزيين هذا بسيط. راه عندي تاني عدة وصفات تاع الموسكوتشو. دخلوا القناة وديروا موسكوتشو يخرج لكم. عندي الموسكوتشو اللي تاني جاب لي المشاهدة مليحة في هذه القناة تاعي. موسكوتشو تاع الأعراس راني دايرته. دخلوا في محرك البحث وكتبوا الموسكوتشو في القناة تاعي تلقوه. والمرة الجاية تاني نزيد نشارك معكم عدة وصفات تاع الموسكوتشو والأسرار تاعه. يعني عندي عدة وصفات إن شاء الله نبارطاجيها معكم. وكيما قلت لكم اللي عندها أي نبات في الدار ولا تبغي تزين دارها ولا يعني تجيب هكا دي بلانت وتغرسهم. يعني نبات مليح في الدار. هذه أنا نبغي النباتات. ورانا في هذا الفصل تاني تعرب يعني كاين عدة نباتات. كاين دي غوز كاين. المهم زينوا دياركم يعني بالنباتات وبالورود. وان شاء الله اياماتكم تكون غير ورد ان شاء الله. تشوفوا النتيجه. يعني راني غير نقول لكم شوفوا كي تجربوها تعرفوني شاني نهضر. الفارينه تاني ما تزيدوش على هذاك المقدار اللي قلت لكم عليه، كاس ونص ما غاديش تزيدوا فوقه.
هذه هي. أنا استعملت قلت لكم الفرينة تاع ماما، ما تزيدوش الفرينة خاطرش الفرينة كي تكون بزاف في المسكوتشو يجي ثقيل. بالعكس الكيك واه يسحق شوية فرينة زيادة على المسكوتشو، هذه هي اللي غادي نقولها لكم. بصح المسكوتشو ما يطلبش الفرينة كيما الكيك. النتيجة راهي أمامكم، شوفوا كي يجي مثقب، يجي إسفنجي، يجي خفيف، ما يجيش مزيت وما يجيش معجن. هذه هي. إن شاء الله تعجبكم الوصفة البنات، وتجربوها راني قطعتها أمامكم. والتزيين يعني راه لك الاختيار، تزيين كيما تبغي، الأشياء اللي يكونوا عندك فضل زينيه بهم. سكر غلاس تحطيه تاني هكا، كاين اللي ما يبغيش تاني هداك سكر غلاس، يبغي غير هكا، يبغي التزيين بسيط. كاين اللي الأطفال يبغوا يضيفوا الشوكولا، ولا ديري لهم هكا كلاصاج، ولا المهم تزيين يبقى عندك. واللي تجرب الوصفة يعني تحط لي رايها في التعليقات، تقولي كيفاه جاتها الوصفة. الوصفات تاوعي يعني ناجحين، راني مدهم لكم، ان شاء الله يعجبوكم كاع، وتجربوهم وتعطوني رايكم. هذه هي البنات، نخليكم مع الصورة راني راها معبرة. ان شاء الله يعجبكم هذا الموسكوتشو، وتجربوه وتستعملوه في عدة يعني مناسبات لأفراحكم، لمناسباتكم وللدار تاني لوليداتكم. وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.